ازيكم حبايبي؟ يعني يا رب تكونوا بخير. النهارده قراءتنا مع الميزان والعلاقه الثلاثيه. طيب، العلاقه الثلاثيه للفتره من 20/7 ل 20/8/2026 برج الميزان. قبل ما ابدا اي قراءه فضلا وليس امرا، ما تنسوش شير لايك اشتراك في القناه تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. بالنسبه للقراءات المجانيه تتابع البث المباشر على القناه فيديو القراءات المجانيه يوم الجمعه. اما القراءات الخاصه بسيب لينك الفيسبوك رقم الواتساب صندوق الوصف تقدر تتواصل مع حجز قراءتك الخاصه. برج الميزان دي قراءة عامة كانت تنطبق أو لا تنطبق، ويلا بينا نبدأ على طول. أشبك طاقتك معايا، تعالى نشوف طاقته اتجاهك وطاقتك اتجاهه إيه، ونشوف كمان طاقته اتجاه الطرف الثالث وطاقة الطرف الثالث كمان اتجاهه إيه. يلا بينا نبدأ على طول. برج الميزان بسم الله أشبك طاقتك معايا يلا. من 20/7 ل 20/8 الميزان والعلاقة الثلاثية. طيب، نبدأ بالميزان. أنا بشوف برج الميزان إن أنت سيف صارت، أنت مجروح جدا، موجوع جدا، زعلان جدا، كل حاجة جدا جدا. خلاص. طيب، لازال جرحك ينزف حتى الآن. نعم، الشخص دوت اذاك جدا بس كده لا، ده افقدك الثقه في حاجات كتير جدا. يعني خلاك تفقد الثقه في الناس، حتى في نفسك. يعني فقدت الثقه في حاجات كتير جدا، وبقيت شايف ان كل الناس كدابه او كل الوعود مش حقيقيه، او الشخص دوت يعني وجعك لدرجه ان انت تحس بكده فعلا. خلاص. ذا وورلد برج ميزان، انت عايز تتحرر من طاقه الوجع والتعب وعايز تقف على رجلك من جديد، ولكن بشوفك ان انت كأنك في نص الطريق، لا قادر تتحرر من هذه العلاقة، ولا قادر تتحرر من جرحك، ولا قادر تتحرر من مشاعرك اتجاهه. ممكن لحد دلوقتي ميزان عنده رغبة في التحرر، ولكن لازال حتى الآن تعبان داخليا، مش قادر ان هو يتعافى. طيب، طاقة شريكك اتجاهك ذا فول، كأن الشخص دوت يا برج ميزان عايز بداية جديدة معاك. هنا النايت اوف بنتكل، انا عايز اعتذر منك، عايز اقدم لك اعتذار عن اللي عملته معاك، عايز اقول لك انا اسف، عايز فرصه جديده معاك. كينج اوف بنتكل، ممكن كمان الشخص ده في الوقت الحالي بيرتب لك لحاجه، او عايز يعمل حاجه او ياخد خطوه معاك يفرحك عشان يكسب ثقتك من جديد. اعتقد الخطوه دي هيبقى بنتكل يعني فيها عوض عن حاجه انت خسرتها مع هذا الشخص. طيب، لو هبص على رسالته ليك فانا بشوف 5 اوف سورد، كأن الشخص دوت بيقول لك ان انا تعبان جدا وحاسس ان انا في حرب، مش قادر ان انا اتجاهل صوت مشاعري اتجاهك، ولا قادر ان انا افضل مكاني واقف ثابت. الشخص دوت بيقول لك كأني عايز اخد خطوه اتجاهك، ولكني في صراع ما بين عقلي وما بين مشاعري وما بين الواقع اللي انا عايش فيه، وكأني في واقع يعني صعب او مجبر ان انا اكمل فيه. تمام. خطواته اتجاهك، انا بشوف هنا نايت اوف كابس زي ما قلت لك اعتذار،
الشخص دوت بيعتذر منك الفتره اللي جايه وبيحاول يتواصل معاك ويتكلم معاك وبيطلب منك فرصه جديده، ولكن انا اعتقد ناين اوف وانز بيكون بحذر. يعني ممكن تقابل منه شويه تلميحات، يعني يلمح لك ان انا عايزه اكلمك، يلمح لك ان انا عايزه اتصل بيك، يلمح لك ان انا ندمان من غيرك او تعبان من غيرك او انا عايز العلاقه دي ترجع تاني. فهنا يا برج الميزان انا شايفه ان الشخص دوت كانه عايز ياخد خطوه اتجاهك، ولكن خايف من رد فعلك، مش عارف انت رد فعلك هيكون ايه. طيب في مصير العلاقه برج الميزان بنشوف هنا الايت اوف بنتكل مع النايت اوف سورد. يعني الامور هتتصلح ولكن هنا بشكل بطيء. يعني العلاقه دي ليها عوده، في حاجه هترجع، العلاقه دي هترجع، ولكن ايه نايت ايه سورد بشكل ايه، بشكل بطيء. تمام. والفتره اللي جايه انا اعتقد زي ما قلت لك العلاقه بينك وبين الشخص دوت هتبقى فيها تلميحات كتير ومحاولات، ولكن مش بشكل فعلي. يعني ممكن الشخص دوت يلمح لك، يتواصل معاك، يكلمك، ولكن تلاقي ان هو عبال ما ياخد الخطوه التانيه ياخد وقت. فاهم قصدي؟ طيب برج الميزان بقى تعالى نشوف طاقته اتجاه الطرف الثالث. طيب اول حاجه 6 اوف سورد، طاقه الشخص دوت اتجاه الطرف الثالث. انا بشوف كأن شريكك يا برج الميزان مدي ظهره للطرف الثالث تماما، وكأنه عايز ياخد خطوه بالرحيل. طيب هنا الهيرفنت تاور، انا اعتقد ان العلاقه هنا فيها التزام او فيها زواج، فيها ارتباط، فيها شيء كبير بيربط بينه وبين الشخص ده. فهنا انا ايه، انا عايز انهي الارتباط ده. فبرج الميزان شريكك دلوقتي اتجاه الطرف الثالث عايز ينهي العلاقه اللي بينه وبينه، وعايز يدي ظهره للعلاقه ديت ويمشي. وكانه داخليا تور انا اتغيرت وبشكل مفاجئ. يعني حاسس ان انا جوايا اتغير اتجاهك، ما بقاش عندي مشاعر ليك قويه، ما بقتش عايزك زي الاول، في حاجه خلتني ان انا افوق، في حاجه فوقتني، في حاجه قالت لي امشي. تمام. في طاقه شريك يعني الطرف الثالث بقى اتجاه شريكك هنا السيفن اوف كابس، ان هو مش عارف يحدد الشخص دوت عايز ايه. يعني هو دلوقتي في اوهام كتير في عقله او افكار ياما بتخليه يقول هو في ايه، هو اتغير عليا كده ليه، هو عايز ايه بالظبط، هو ايه الموضوع. خلاص. طيب من جواه بيقول 6 اوف سورد ان انا كمان لازم اديله ظهري وامشي، لكن تمبرنس متردد. والتردد هنا بسبب ان هو 7 اوف كابس، ان هو مش عارف يحدد اللي بيحصل ليه وايه اللي غير شريكك عليه. فهمت؟ يبقى الطرف الثالث هنا في حاله استغراب وتنكر من طريقه او اسلوب او طاقه شريكك معاه، وعايز يعرف ايه اللي خلاه يتغير عليه وعايز يمشي ليه. طبعا الايج اوف سارت دوت رساله شريكك للطرف الثالث، بيقول له ايه؟ ان انا ما عنديش ثقه فيك، وان انا حاسس ان انا كنت مجبر على العلاقه دي. طبعا الكارت هنا سلبي مش ايجابي، لان انا عندي طاقه شريكك سلبيه، فاذا الرساله سلبيه. فهنا التمبرنس سوري التاور مع الهيرفوند مع الايج اوف سورد، كأن الشخص ده بيقول له ان انا حاسس ان انا كنت مجبر على دخول هذه العلاقه، وان انا ما عنديش ثقه فيك. طيب يبقى شريكك هنا ابتدى يحس ان الطرف الثالث يعني ممكن اخده باكاذيب او العيب، او العلاقه دي ما كانتش فير من البدايه، او ان الشخص دوت شخصيه مش حقيقيه، او حس مثلا ان هو كان داخل العلاقه ديت لسبب هو مش فاهمه او هو مش عارفه. حس مثلا ان انا كنت مجبر على دخول العلاقه ديت بشكل مباشر او غير مباشر، يعني انا اوريدي دلوقتي انا فقت ومش عايز العلاقه دي. تمام. طيب في خطوات شريكك اتجاه الطرف التالت اوف سورد كينج اوف كابس، كأن الشخص دوت الفترة اللي جاية هيبدأ ياخد قرار بان احنا لازم نفترق. يعني انا عايز انهي العلاقة ديت، انا عايز اخرج منها. طيب في مصير العلاقة بينه وبين الطرف التالت انا بشوف هنا ايت اوف وانز سترونج. بص بقى العلاقة هنا مكملة وفي سيطرة. يعني الطرف الثالث انا اعتقد انه هيحاول يسيطر على الشريك ويحاول يسيطر على وضعه او حالته في الوقت الحالي، وهيفضل مسيطر عليه. اذا العلاقه هتكمل في تغيير، في حاجه هتحصل. يعني الشخص ده هيعمل حاجه هيغير الدنيا مع شريكك، وهيخلي شريكك يفضل مستمر معاه. ويمكن يا برج الميزان ان هي دي الحاجه بالظبط اللي هيخلي العوده معاك بطيئه.
مش لسه قايلك كده من عودتك مع الشخص دوت هتحصل، ولكن في بطء، في شيء لسه هيبطئ العلاقه شويه. فهنا بطء عوده العلاقه بينك وبينه هو ايه؟ هو ان الشخص دوت هيفضل مستمر مع الطرف التالت، ورسالته في انه 5 اوف سورد، ان انا حاسس ان انا تعبان او ان انا مجبر على وضع انا فيه، هو ده الوضع اللي هو فيه اللي هو بيحاول يتحرر منه، ولكن الطرف التالت برضه بيرجع يسيطر عليه من جديد. هناخد رسالة عاطفية من الشخص دوت اتجاهك برج الميزان. سول ميد، هذا الشخص بيقولك ان انا ممكن اكون توأم روح بالنسبة لك، او انت شبهي في كل حاجة. طبعا تقول الابراج اللي ظهرت معايا النهارده نارية ترابية وهي مائية، كل الابراج نزلت، بس هقولك اكتر يعني الابراج اللي كانت موجودة معاك، يعني ايه الابراج اللي ممكن ترجع لك يا برج الميزان اكتر، او ان الطاقة دي تكون محققة معاها اكتر. هنقول مع بعض الدلو والجوزاء والاسد، وهنقول الثور والعقرب والسرطان والدلو والجدي والميزان زيك. بكده تكون خلصت لقاءتنا مع بعض. شكرا لكم، اشوفكم على خير، توحشوني جدا جدا، مستنيكم في قراءات تانية كتير. ارجو لو عجبتكم القراءة متنسوش لايك اشتراك في القناة، فهد الجرس يصلكم الجديد. باي باي.